أهلا بنات، اليوم حابة أشارك معكم هذا الفلوج الحلو اللي مليان راحة نفسية، مليان حب لنفسك، حب لجسمك، حب لشعرك، حب لبشرتك، راحة لنفسك. عشان كذا حابة أقول لكم بهذا الفلوج قبل لا أبدأ وقبل لا أدخل. طبعا أنا دخلت على طول، أبغاكم تحضرون مشروبكم تستمتعون معي بأحلى فلوج. فيلا حضروا مشروبكم وخلونا نبدأ فلوج مليان سعادة حرفيا. أول شي طبعا بديت بخلطاتي. حبيت صراحة إن هذا الفلوج يكون خفيف وأبدأ فيه على طول بالعناية، لأنه صراحة في هذا اليوم حبيت إني أسوي عناية، فحبيت إني أشارك هذه العناية معكم. أول شيء سويت اللي هو الدلكة. هذه الدلكة سويتها معكم بأيام العيد. طبعا أنا حطيتها في الفريزر ومثلجتها، وخلاص أخذ يعني كم كورة كذا وأذوبها في موية عادية واستخدمها قبل الشاور. وبعدين استخدمت الصابون اللي هو صابونية. طبعا أنا عندي جاهزة من كويت شوب، وعندي كمان من ماركات ثانية، وكمان عندي صابونية جاهزة أنا أسويها في البيت. فهذه المرة لا، حبيت إني أستخدم صابونية جاهزة من كويت شوب. بعدين جبت التبريمة المغربية حقت اللي أنا مسويتها، اللي حاطة فيها أعشاب. حطيت معها نيلة ملعقة، حطيت معها عكر فاسي، حطيت معها شوية موية، حطيت معها زيت بابونج، وكمان حطيت معها زيت زيتون شوية. استخدمتها كتكشير قبل الحمام المغربي. أنا استخدمها صراحة للحمام المغربي بس مع الصابون المغربي، بس هذه المرة صراحة حبيت إني أحطها على جسمي قبل لا أدخل الشاور وأستخدمها كتكشير وأعشاب كده على جسمي كتفتيح يعني، لأنه صراحة الأعشاب مرة حلوة للبشرة. بعدين بالنسبة للصابونية هذه اللي هي من كويت شوب أو من أي ماركة ثانية، هي حلوة وجاهزة بس تكون صلبة. وأنا صراحة أحب أحط معها شوية موية وأسويها بالخلاط الكهربائي هذا، أخليها كذا رغوة ومرة شكلها حلو، تحسونها كذا نظافة. تستفيدين من الصابونة كاملة، تحسين رغوتها كاملة على الجسم. أما صراحة لما أحطها صلبة أحسها تروح مع الموية، فما أستفيد منها أبدا. طبعا نجي للشيء الثاني اللي حابة أشاركه معكم اليوم في الفلوج هذا. منتجات وصلتني قبل فترة: حنة وأعشاب للشعر وزيت للشعر ومشاط وقشر قهوة وكمان قهوة. حبيت صراحة إني أشارك هذه المنتجات معكم وأوريكم قد إيه شيء صراحة حلوة وصلتني من بنت حبت إني أدعمها، فحبيت إني صراحة أشاركها معكم. القشر هذا بنات جربته يجنن، مرة حلو صراحة. بفترة الدورة الشهرية، بالأيام العادية، إذا كان عندك بطن بنات مرة حلو صراحة القشر حقها، والله العظيم عن تجربة. طبعا القهوة أنا أحب صراحة أحط من البن حقي كم ملعقة، وأحط من البن حقها كذا ملعقة واحدة. مرة حلو صراحة، مرة حلو. وآخر شيء طبعا هذه الهدايا اللي وصلتني منها، وهذا كريم الترطيب اللي وصلني منها بنات. ترطيبه مرة قوي، ريحته ريحة موية ورد كذا، ريحة نظافة، بس ترطيبه مرة قوي وحلو. هذا هو المتجر أو اسم المتجر كادي، اسم المتجر، وهذه برامج التواصل للمتجر. طبعا نجي للمنتجات. حبيت إني أحطها صراحة، حبيت إن الفلوج يكون برعاية هذه المنتجات، أشارك معكم فيها عنايتي فيها. هذا شكل الحنة حق البنت، صراحة لونها مرة حلو أخضر، ومرة حلو صراحة لون الحنة. الخطوة الثانية طبعا هي شرحت لي منتجاتها. حطيت ملعقتين من الأعشاب، وحطيت ملعقة من المشاط حقها مع الحنة، ملعقتين أعشاب ملكية وملعقة مشاط وملعقة وكم ملعقة حنة حطيت. في الوقت هذا حبيت إني أسوي لي قهوة وأروق على عنايتي. طبعا هنا بديت إني أسوي مغلي الحنة. أول شي حطيت الموية، بعدين حطيت أعشابي اللي هي عبارة عن أعشاب من متجر فاقية. حط لكم رابط المتجر تحت. حطيت ثوم، حطيت مع الحنة الزيت اللي جاني من نفس المتجر اللي كلمتكم عنه اللي هو متجر كادي. طبعا هذا الزيت يجي مع الحنة، وقالت لي إنه تقدرين تحطين الزيت يعني لشعرك بدون أي شيء، تقدرين تحطينه مع الحنة. حطيت قشور بصل، وهذا شكل الحنة. حطيت معها زيت، بس حطيت حلبة مع المغلي. طبعا صراحة الحلبة مو مرة ريحتها تكون قوية مع المغلي، بس لو حابة تروح الريحة حطي قهوة تركية مع الشامبو تروح كل الريحة، وبخري وعطري شعرك. طبعا حطيت مع الحنة كمان دبس التمر، لأنه شفت مرة عليه مدح لأنه ينعم الشعر ويكثف الشعر. حطيت ملعقة مايونيز، وهذه قهوتي. طبعا أحب إني صراحة أروق، لأنه هذا مرة وقتي وأحب أستمتع فيه، أحب أسوي أجوائي، أحب أسوي كل هذه التفاصيل بروقان حرفيا. والله العظيم أستمتع بالساعات هذه مرة لما أسوي عناية. طبعا حطيت المغلي،
على الحنة، وبديت إني أستخدم الخلاط هذا، ما أستغني عنه أبدا لأنه يشيل كل التكتلات، يخلي قوام الحنة مرة حلو صراحة. مستحيل صراحة أقدر أخلي القوام كذا مع بدون هذا الخلاط الكهربائي. فأشوف هذا مرة مهم صراحة للصابونيات، للخلطات مهم إنه يكون موجود عندك. هنا حطيت كل الخلطات اللي جهزتها، وطبعا أتابع فلوقات عناية. أتحمس صراحة لإني أتابع فلوقات عناية، يعطوني شغف مرة لإني أسوي عنايتي صراحة. حبيت إني أحط مع التبريمة اللي سويتها اللي هي الأعشاب سكر عشان تصير تصير كتكشير يعني. طبعا في الوقت هذا بديت إني أحط الحنة وأنا رايقة مرة. أول شيء سويته حطيت الحنة. طبعا كمان بينزل لكم بعد هذا الفلوق يعتبر يعني عبارة عن أيام كثيرة. حبيت صراحة إني كذا أسوي فلوق عشوائي، أشارك معكم أيامي، تفاصيلها، إيش أسوي في هذه الأيام، إيش الأشياء اللي أنا مركزة عليها من عناية من رياضة. فكذا سويت فلوق بيكون مرة عشوائي، بس بوريكم فيه كيف أنا ذي الفترة قاعدة أحاول إني أكون يعني أهتم بصحتي، أهتم ببشرتي، أهتم بشعري، أحاول قد ما أقدر إني أعتبر أو أحط نفسي أولوية قبل كل شيء. هنا جهزت منتجاتي اللي أنا بستخدمها قبل الشاور وبعد الشاور. أول شيء بديت فيه طبعا بعد ما حطيت الحنة بديت إني أسوي تنظيف بشرة عميق، وهذا التنظيف مستحيل أستغني عنه. إبرة المسام أنا مستحيل أستغني عنها. مقشر أكيور هذا من أكثر المقشرات اللي صراحة مستحيل أستغني عنه، لأن الحين صراحة أشوفه بالنسبة لي هو التوب، مرة حلو. استخدمت أول شيء صابون قوالب، أشوفها مرة تنظف البشرة، هذا صابون طبي عندي. بعدين استخدمت مقشر أكيور خطوة ثانية، قشرت في بشرتي وغسلت وجهي وتأكدت إن وجهي نظيف تماما، ويعني جهزته للتنظيف العميق هذا اللي أسويه كل شهر مرة. طبعا هنا جبت البخار هذا. صراحة عندي أنا جهاز بخار للوجه بس مو نفس قوة الجهاز هذا حق الحمام المغربي. جلست فيه، حطيت المنشفة وفتحت مسام وجهي بالبخار. بعدين بديت أنزل كل المسام، طبعا الزيت عشان مرة يسهل لي إزالة المسام. بعدين الخطوة الثانية بعد ما خلصت من الزيت والبخار جلست أنزل المسام، أنظف المسام بإبرة المسام الواسع بما إنه بشرتي دهنية. وآخر شيء بعد ما أنظف المسام أحب صراحة إني أحط ماسك طيني أقفل فيه كل المسام. وكمان الجهاز نفسه حق GN أستخدمه كخطوة ثانية لتنظيف المسام، مرة حلو صراحة هذا الجهاز ينظف كل المسام. وبعدين بديت أجهز منتجات الاستحمام اللي هي شامبو، صابون هذا من دكتور تيلز، كمان صابون اللي هو من تري هود، منتجات جونسون، صابون للمنطقة الحساسة من هاني بوت، وكمان الصابون الثاني الماركة الثانية. هذه طبعا منتجاتي تقريبا أغلبها من آي هيرب. صراحة أكثر موقع أحبه وأعتمد عليه مرة في منتجات العناية. بعدين بديت خطوات الشاور أو خطوات الاستحمام اللي أنا حابة أسويها. أول شيء استخدمت الدلكة اللي صورتها معكم. طبعا هذه الدلكة أنا مسويتها بفلوق، كنت مجهزة فيه خلطات للعيد، فسويت من الخلطات هذه الدلكة، حطيتها في خطوة أولى. أول شيء قبل لا أدخل في الموية حبيت إني صراحة أحطها قبل لا يجي على جسمي أي موية ولا حتى نقطة موية. حطيت الدلكة على كامل الجسم، حاولت إني أخليها تنشف في الوقت هذا، تنشف تماما وفركتها. حاولت إني أنزلها، سويتها زي التكشير. طبعا الخطوة الثانية اللي سويتها بعد ما سويت الدلكة كاملة، تأكدت من إنها ناشفة، فركت جسمي كامل، سويت تكشير لها. بديت بإني أنظف شعري من الحنة. أول خطوة نزلت الكيس اللي بشعري. طبعا أنا مسوية الحين دي الفترة كمان حنة. الأسبوع اللي فات أنا سويت حنة اللي هو هذا الفلوق شاركته معكم، وكمان هذا الأسبوع سويت حنة. أبغى أسوي أنا صراحة بنهاية كل أسبوع أحب إن تكون عنايتي حنة. نظفت الشعر من الحنة كخطوة أولى.
الخطوة الثانية حطيت التبريمة اللي هي بالأعشاب اللي حطيت معها زيت وحطيت معها كمان سكر. حاولت إني أسوي فيها تقشير للبشرة، سويت تقشير حلو للبشرة. طبعا صراحة ما أفضلها بهذه الطريقة، بس قلت خليني أجرب بما إني شفت قبل فترة فيديو أو في نفس الفترة هذه اللي كنت أسوي فيه العناية، شفت فلوق عناية واحدة تمدح التبريمة لما تستخدمينها كمقشر. الأعشاب حلوة ومفيدة صراحة. أشوف التبريمة مع الحمام المغربي بس تفوز مرة. بعدين الخطوة الثانية اللي سويتها قبل لا أبدأ أستخدم الصابون في الوقت هذا وأنا أفرك فيه جسمي، حابة إني أستفيد من هذا الوقت أحط ماسك بشعري. حطيت ماسك من شيا مويستر. صراحة هذا الماسك لما استخدمته كبلسم هو 3 في 1، تستخدمينه ماسك وبلسم، وأتوقع تستخدمينه لو إنه شعرك كيرلي تستخدمينه للشعر الكيرلي بنات يجنن كبلسم. أنا صراحة شعري مرة ينفش في النادي مع الحر، مرة خفف النفشة صراحة، ولو بيخلص برجع أشتري صراحة من شيا مويستر هذا المنتج أستخدمه كبلسم، مرة حلو صراحة. بعدين الخطوة الثانية بعد ما فركت جسمي بالغفاز التقشير بالصابون نفسه اللي من كويت شوب، استخدمت شامبو خطوة أخيرة بعد البلسم. أنا صراحة بعد البلسم أحب إني أستخدم خطوة أخيرة أقفل فيها كل خطوة العناية. استخدمت شامبو، وقبلها كنت أنا مستخدمة المنتج من آي هيرب كمان أستخدمه على الفروة، طلع في الفيديو مرة حلو صراحة. أستخدمه على الفروة مرة حلو، ينعم الشعر مرة صراحة. أحطه على الفروة وأحط البلسم على الأطراف، مرة تنعم الشعر هذا المنتجين. بعدين استخدمت صابون قوالب، هذا أبدا ما أستغني عنه، هو اللي فعلا أحس إنه ينظف البشرة، يعني هذه خطوة أساسية. بعدين استخدم لوشن الاستحمام. ركزوا معي بنات، صابون القوالب شيء أساسي مرة مع أي ليفة تقشير، لأنه صراحة ما ينظف الجسم. الصابون اللي هو لوشن الاستحمام اللي يكون رغوة وريحة، هذه دايما أقولها بكل فيديو، صابون القوالب مرة مهم. بعدين استخدمت اللي هو لوشن الاستحمام من دكتور تيلز، واستخدمت كمان لوشن الاستحمام من تري هوت بالورد المغربي، أتوقع ريحته مرة حلوة. وأكيد ما أستغني عن تنظيف المنطقة الحساسة، غسول للمنطقة الحساسة. هذه كل خطوات التنظيف والعناية الشخصية اللي استخدمها بوقت الشاور. بعدين استخدمت زيت جونسون أو أي زيت عندك أو أي ماركة أنت تحبينها، صراحة زيت جونسون مرة يفوز وأنا أبدا ما أستغني عنه. كمان عندي زيوت من باث أند بادي، زيت الأوكاليبتوس بناتي يجنن، إذا لقيتوه في باث أند بادي صراحة مرة حلوة. هذه المجموعة كلها علاجية مرة، الصابون الغوالب من نفس المجموعة، الزيت كلها حلوة. بعدين أكيد كريم جونسون. وتعالي شوف الريحة والنظافة، تحسين ريحتك ريحة بيبي صغير، مرة حلو صراحة. ريحة النظافة، ريحة الريحة الحلوة بعد هذا الشاور، بعد وقت تاخذينه فيه لنفسك، تحطين ماسكاتك، تحطين منتجاتك، تحبين نفسك مرة. بعدين حبيت إني أسوي لي جو قبل ما طلعت من الاستحمام، شغل جمعة. بديت إني صراحة أروق على تنظيف أسناني، اللثة، اللسان، الفم، لأنه صراحة هذا الشيء كثير ناس تجهل نظافته، على إنه في ناس تكون نظيفة من برا بس صراحة تجهل كيف تنظف أسنانها. بنات خذي وقتك بتنظيف أسنانك، خذي وقتك، نصيحة دقيقتين من فوق لتحت فرشي أسنانك، لا تفرشين تفريش سريع، فرشي أسنانك وخذي وقتك. الخطوة الثانية اللي هو غسول الفم، مهم مرة. إذا أنت عندك التهاب في الفم انسي تروح ريحة الفم الكريهة، التهاب اللثة بنات، مهم الغسول، مهم مرة. أول شيء استخدمت غسول برادونتاكس، بعدين استخدمت اللي هو استخدمت كشاطة اللسان، هذه أخذتها من آي هيرب. أنا عندي كشاطة لسان من شي حلوة مرة، بس حتى هذه من آي هيرب مرة حلوة صراحة، تنظف لك لسانك من بقايا الأكل، حتى لو كان في بقايا أكل في لسانك هذا يمنع الروائح. بنات الغسول مهم. طبعا الغسول اللي صورت لكم بالحبحب هذا مرة حلو، بالذات للمتزوجات، لو أنت تروحين مثلا مطعم، تروحين أماكن عامة، حطين في الشنطة 5، مو شرط متزوجة، حتى لو كنتي بنت تروحين كافيهات حابة إنك تجددين من تنعشين نفس، حطي 5 أكياس في الشنطة أو 6 أو 10، حتى أخذتها من شيء مرة حلوة، تمضمضين فيها ويرجع نفسك منعش مرة. المهم بنات نظافة الفم، لأنه صراحة هذا أكثر شيء ينقاس عليه نظافتك. أوقات يعني في ناس نظيفين بس تخذلهم الروائح. بنات الغسولات مهمة، ثتك إنها ما تكون ملتهبة، مهم مرة، راقبي هذا الشيء. كل ما فرشتي أسنانك إذا شفتي إن الثتك تنزف، نصيحة عالجي التهاب اللثة. طبعا الالتهاب تلاحظينه بمجرد ما إنك تفرشين أسنانك
تلقين اللثة قاعدة تنزف دم. فالالتهاب دائما من أكبر مسببات الروائح الكريهة بنات، لا تستهينون بأي شيء يسبب لك ريحة كريهة، وحله بسيط. طبعا آخر شيء حطيت الماسكات الورقية اللي هي ماسك ورق الوجهي، ماسك ورق اليدي، اللي هي القفازات، وماسك. طبعا هذا الماسك اللي جاني من المتجر اللي وصلني منه المنتجات، حبيت صراحة استخدم الماسك حقها مرة حلو. وكمان استخدمت ماسك الرجولي. طبعا صراحة الماسك مرة حلو، مرة حلو، اللي وصلني هدية من عند البنت الله يعطيها العافية، صراحة حلو مرة. فحبيت اني استخدمه ليدي، بما ان انا دي الفترة اطلع كثير للنادي، اتعرض للشمس، اتعرض لتصبغات كثيرة. بعدين كنت في الوقت هذا بسوي لي شاهي وبحط معاه عسل. ففي آخر لحظة قررت إني أسوي حليب صراحة. حليب، حسيت إن الحليب أحلى يعني وألذ بعد الشاور هذا العميق، وبعد العناية، بعد الحنة، قلت حليب مع العسل أحلى، فسويت لي حليب وعسل. طبعا مويتي أحاول إني أكون حريصة على الموية هذه الفترة. أنا في فترة معينة كنت يعني غيرت كل عاداتي السيئة في الأكل في الشرب مرة، والتزمت صراحة لمدة سنة تقريبا. بس هذه الفترة قاعدة أحارب، أحس إني رجعت للسكريات، رجعت للأكل المو صحي، رجعت للغازيات، وهذا أكثر شيء مو حلو صراحة. نجي لآخر جزء من العناية، حبيت إني أحط مزيل عرق، بودرة أجمل. هذه البودرة مسك العروسة مرة حلوة. قبل أخذت بريتي من أجمل من نفس المجموعة هذه، المرة هذه أخذت مسك العروسة تجنن. حطيت هنا زيت الأورجان، حطيت كريمات في وجهي، حطيت بخاخ الهايلورونيك أسيد من آي هيرب، حطيت كمان بخاخ الصبار. بما إني مريت ببخار تنظيف عميق للبشرة، حبيت إني أحط شيء يعني يخفف التهيج. كمان آخر شيء سيروم الوجهي، وحطيت بعده كريم الوجهي. فهذا اليوم خصصت لعنايتي مرة بكل التفاصيل صراحة. وحبيت إني أرطب الترطيب بنات أهم من كل عنايتك، يعني لا تسوين صابونية وتسوين تفركين بشرتك وتسوين تنظيف عميق وبعدين تتجاهلين الترطيب أهم شيء في خطوات عنايتك. رطبي شعرك وبشرتك. حطيت هذا الزيت من ميلي، ماركة ميلي، بالروزماري. طبعا مع الزيت هذا اللي هو زيت الفروة من ماركة ميلي بالروزماري، استخدمت هذا الخشب للفروة، أسوي فيها مساج. وآخر شيء أكيد مشط. بعدين أحب أستخدم من دابر أملة، هذا البخاخ تجنن، ريحته مرة حلو صراحة للتشابك، مستحيل أستغني عنه. بعدين استخدمت خطوة للتعطير، أحب أستخدم عطر من العطور الزيتية، وبعدين أثبت العطر بعطر يعني أي عطر عندي، عطر الملابس. استخدمت عطر من عطور الماجد من مجموعة بودري مرة حلو. شكرا. واكيد اخر خطوه ما انسى الكريم اللي هو حق البنت نفسه بناتي، تجنن، ريحته مره حلوه صراحه، ترطيبه عميق، والريحه ريحه مويه ورد، حرفيا مره حلوه كذا، احسها ريحه ورد، ريحه مويه الورد، مرة حلوة كذا. أكون انتهيت من العناية كاملة. حاولت قد ما أقدر أني أشارك معكم كل تفاصيل عنايتي. طبعا هذه التفاصيل أشاركها معكم وأشاركها من يعني مع نفسي، دائما هذه عنايتي كذا بالتفاصيل هذه كلها. حطيت كريم أطراف شعري، أنا صراحة أحب أرطب كل شيء، شعري، بشرتي. حطيت كريم سانسلك، حطيت كريم الصبار على وجهي، بما انه صراحة هذا اليوم كان كله عناية عميقة وبشرتي كانت وقتها متهيجة. حطيت كريم الصبار، وبعدين حطيت عطور كمان مرة ثانية، عطر جسم، حطيت عطر زيتي، وكمان حطيت عطر للملابس من كراميل باث اند بادي، من باث اند بادي. احبها صراحة، هذه عطور يومية وحلوة قبل النوم. آخر خطوة حبيت إني أحط فازلين. طبعا هذا الفازلين وهذه الماركة مرة حلوة صراحة، أحلى ماركة فازلين هذه الماركة، خفيف وحلو ومرة يرطب. حطيت فازلين لرجولي ولبست شراباتي، وبكذا خلاص أكون خلصت من كل عنايتي وكل ترطيبي لبشرتي. كذا أقدر أقول انتهيت من فلوق اليوم. أشوفكم بفلوق ثاني إن شاء الله على خير وبس. أتمنى أنكم تحطون لايك